فالاداره ما مشيتش بمبدا الاهلي فوق الجميع، مشيت بمبدا الشناوي فوق الجميع. اللي احنا فيه ده ذنب شوبير، ذنب اوفا شوبير. بيعمل الدقيقه التغييرات منزل تو وكهربا في الدقيقه 97. يعني مش هينزلوا يعملوا ايه دول؟ ينزلوا يصفروا مع الحكم مثلا؟ ممكن تقول لي مين مدير التعاقدات بتاع النادي الاهلي دلوقتي؟ اول مره احس ان الخساره ليها ميزه وليها فايده. الاداره تعند مع كولر وكولر يعند مع الاداره، واكتر حد متضرر من القصص والحوارات اللي احنا فيها اللي بقالنا حوارات دي او بقالنا زمن هو جمهور النادي الاهلي. ده انا كمان عايز اخسر مش الماتش بتاع الجزائر اللي احنا خسرناه امبارح ده انا عايز اخسر ماتش سموحه كمان، وعايز الاداء يكون بنفس الاداء المعفن المتخلف الهزلي المتدني، يكون كل مره بنفس المستوى. انا عايز كده علشان لازم الاداره تتعظ وتسمع كلامنا اللي انتوا عاملين تريقوا عاملين تقولوا سوشيال ميديا والسوشيال ميديا وحشه. هي السوشيال ميديا زي الزفت وعارفين انها خرا، بس قسما بالله احنا بنقول كلام يدرس. في كلام بيتقال مننا ومش انا بس، ده انا واسلام مهدي وكذا حد من اليوتيوبر الاهلاويه اللي بيحبوا النادي الاهلي بيطلعوا بيقولوا كلام الاداره لو قعدت سمعت الكلام ده ونفذته ما كانش ليه نتيجه. كريم الدبيس ده كلام لكولر بقى. هو انت بتعمل ايه؟ يعني انا دلوقتي عمال اقول الناس كلها بتكرهك والناس كلها عايز تمشيك انت بقى بتعمل ايه؟ انت بقى نفسك بتعمل ايه؟ اثبت لي بقى ان انت حلو. انت بتعمل لي ايه بقى؟ تحط لي كريم الدبيس الراجل ده باك شمال، يوم ما هلعب وهعمل حاجه اوت اوف ذا بوكس تمام هحطه وينج شمال، انتوا تحطوا له وينج يمين. يا نهار اسود على اللي احنا فيه ده. ايه اللي احنا فيه ده؟ ده ايه الهنا اللي احنا فيه ده؟ انا عايز الفتره الجايه يا جدعان الدنيا تظبط ونلعب حلو ونركز بقى في فرقتنا بقى واللعب بتاعنا جميل والدنيا تبقى ماشيه. لكنها ازاي اكرم توفيق مركز مع العرض اللي جاي له ومش عارف ده مركز مع ايه وده مركز انه يرد على مين وده مركز اللي بعد الماتش ما يخلص يقعد يتصور لي مش عارف الفوتوغرافر مين والفوتوغرافر مين عشان الفوتوغرافر يبعت له تاج اللي مش عارف لمين عشان هو يشير وهو بيصور وهو مش عارف بيقول سو مش عارف ايه والحوارات دي. والنتيجه ان الاهلي بيقع، والنتيجه اللي احنا كاهلاويه اللي بننام زعلانين، هم كل واحد في حاله، واحنا بس اللي اهلاويه اللي جمهور النادي الاهلي اللي شايفين ان الاهلي فوق الجميع. ان انا اوصل للمرحله دي يا جماعه لا انا يجي فيها جون في الدقيقه 92 واخسر في الدقيقه 92 بعد ما كنت انا بجيب الجون في الدقيقه. انا كنت قاعد اقول ايه الماتش زي الزفت ممكن يجيب جون في الاخر وخلاص. انا يجيب فيها جون كده. ما هو اللي بيحصل ده نتيجه ايه بقى؟ بص بقى، اصل احنا شتمنا كتير لما احنا نطلع كنا بنتكلم في النقط دي كنا بنشتم. اول حاجه الظلم في ماتش السوبر الافريقي. قلت لكم يا جماعه اللي احنا فيه ده ذنب شوبير، ذنب اوفا شوبير. اوفا بيدفع لي فلوس. ايه دلوقتي اوفا بيدفع لي فلوس صح؟ لا اصل ايه اوفا بيدفع لي فلوس واوفا شوبير بيدفع فلوس للشناوي عشان بيصد الكوره كده. ايه ده؟ ده ايه ده؟ مش فاهم ده انت بتعمل ايه يعني؟ ده ايه ده؟ بيطلع شعاع من ايدك ولا ايه؟ ايه القرف ده؟ فطبيعي البيبي يتقمص مش عايز يقعد على الدكه وانا لازم في كل الماتشات هي عافيه هلعب الماتش عافيه. فالاداره انا هتكلم كلام منطقي عشان ما حدش يتهجم عليا او حد يقول ايه بص انت مش عارف بتقول كلام منطقي خالص. فالاداره الجميله بتاعتنا ما مشيتش بمبدا الاهلي فوق الجميع، مشيت بمبدا الشناوي فوق الجميع. ولا انا غلطان؟ انت بتتفرج عليا اهو، انت شايف ان ده مستوى حارس يلعب في فرقه بني عبيد مش في النادي الاهلي؟ مستوى فرقه وحش كل حاجه. بص الماتش كله كان خرا وكولر معاه. بص ومش عايز اقول الفاظ، كولر قايل لعب وحش وما كانش فيه خطه اصلا، هو مش عارف يعني ايه خطه اساسا وبيعمل حاجات غريبه. كل ده احنا متفقين عليها، كل ده احنا متفقين عليه. لكن الجون جه بسبب مين؟ غلطه بسبب مين؟ بسبب واحد اسمه الشناوي. فدي علامه كده يا باشا زي بيقول لك علامه مارد اللي هو بص بقى شوف في ايه. بس يعني الشوبير لو كان واقف الوقفه دي ما كانش صدها الصده دي الصراحه. ده الطبيعي، ده اي حد بيصد كور الطبيعي. انا من واحنا صغيرين كده ونقعد نتفرج بقى على مدن سبورت وشوبير
واسمه ايه التاني ده، مدحت شلبي، بيقعدوا يقولوا لما نيجي نصد الكوره بيكون بقى بيجيبوا ايه الناس محللين كوره كحراس مرمى كمان، فبيقول لك لما نيجي نصد كوره زي دي بنصدها كده عشان ايه تطلع يمين او شمال، ما يكونش ان اي حد يجي يشوطها يجيبها جول. والكارثه ان الكوره مش قويه، الكارثه الملعنه ان الكوره مش قويه، الكوره هبله. ما اعرفش ايه اللي هو بيعمله ده الصراحه. دي اول نقطه. تاني نقطه، كولر بيعاند الاداره والاداره بتعاند كولر، الاتنين بيحاربوا بعض، واحنا الاهلاويه اللي بنتضرر من القصه دي. دي تاني نقطه. تالت نقطه، هو كولر ماله؟ يعني هو في حد يا جماعه بيعمل الحكم يعني كرمنا وعمل 6 دقايق وقت بدل ضايع وما نعمل تغيير في الدقيقه 97؟ ده احنا عندنا مستوى الليفل بقى الوحش بقى ده. يعني انا كنت بقعد اقول ايه يا جماعه، هو كل شويه قاعد يعمل تغييرات في الدقيقه 75 الماتش بيكون زي النيله والدنيا منيله والدنيا معفنه والدنيا مش عارف ايه والفرقه ما بتعرفش تلعب والدنيا مخربانه خالص، يقوم يعمل التغيير في الدقيقه 75؟ لا هو المره دي بقى ده عدى ليفل الوحش، بيعمل لي التغييرات منزل تو وكهربا في الدقيقه 97. يعني مش هينزلوا يعملوا ايه دول؟ ينزلوا يصفروا مع الحكم مثلا؟ معلش بس يا باشا الحكم بس كده هات الكابتن صفرك عشان هصفر انا مكانك. والله حاجه تضحك، اقسم بالله والله حاجه تضحك. ولجنه التخطيط ولجنه مش عارف ايه وجايبين واحد مش عارف ايه. بصوا الفكره بقى في ايه بقى؟ لا انا بهاجم في الكل. اصل واحد يجي يطلع لي ايه يقول لي ايه بقى، اصل المدير الرياضي الكابتن محمد رمضان ملوش ذنب. انا بقول بقى الكل بقى، من اول الكابتن خطيب لحد سور النادي، الكل فيه مشاكل، في حوارات. في نادي يا جدعان راح يلعب كاس عالم الانديه مش متعين فيه مدير تعاقدات. ممكن تقول لي مين مدير التعاقدات بتاع النادي الاهلي دلوقتي؟ كابتن خطيب؟ ايعقل؟ راجل تعبان اصلا وربنا يشفيه. انا مش فاهم ايه اللي احنا فيه ده يا جماعه، والله ما فاهم ايه اللي احنا فيه ده. الحاجه بقى الرابعه، اللي مشجع كوره بقاله كتير، الاهلي بيشجع الاهلي بقاله كتير، هياخد باله من الحته دي. يا جماعه كولر بقاله فتره، انا مش هدافع عن كولر، ها، كولر بقاله بالظبط شهر بقى بيتسلم تسليم اهالي للاعلام، ودي اشاره باينه، وبدا ينزل في الميديا في السوشيال ميديا اسم فايلر. فدي ايه؟ ده اسمه ايه؟ اسلوب ممنهج احنا عارفينه وحافظينه من النادي الاهلي، بيعمله كل مره لما يكون عايز يمشي مدرب. ولا انا غلطان؟ انا مش بكلم الناس اللي بتشجع الاهلي من اول امبارح، انا بكلم الناس اللي بتشجع الاهلي من 30 سنه. هتفهم كلامي كويس. ان انا اكون قناه النادي الاهلي تطلع تهاجم كولر وطريقه لعب كولر وانه ازاي هيغير التغييرات دي، ومن امتى انا بسمع الكلام ده على كولر الفتره اللي فاتت في قناه النادي الاهلي؟ يبقى اذا ده اسمه ايه؟ ده اسمه تسليم اهالي، بسلم المدرب بتاعي للاعلام. اتفضلوا. النقطه اللي بعد كده اللي هي كارثه بقى، وانا يعني بقولها واثق فيها يعني 70%. بصوا يا جماعه، كولر بيحب وبيكره، كولر بيحب وبيكره. ان انا بقول ده كله اسباب ليه الاهلي واقع كده في الفتره الاخيره دي كلها اسباب. مش ماتش امبارح بس بتاع الجزائر، لا 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 مش كده. كولر بيحب وبيكره، واي حد متابع النادي الاهلي ومتابع مع كولر كويس هيفهم معنى كلامي. موت لي كهرباء اصلا. واحنا عندنا في الفرقه بتاعتنا في الجيل ده بقى فيها بقت شلل، كل شله كده لوحدها كده والدنيا جميله كده. ولا انا غلطان يا باشا؟ ان انا بقوله عايزك تركز في الكلام اللي انا بقوله وتسترجع الاحداث اللي حصلت قبل كده عشان تستنتج منها ان انا بقوله ده لو انت بتشجع الاهلي من زمان مش من اول امبارح. الله اعلم بقى الفرقه بدات تقول ايه. بقول لك احنا هنقع الفتره الجايه دي عشان نمشي كولر. خدها في وشك بقى اهي. وبتحصل يا حبيبي، مش بتحصل، هي حصلت مع كذا مدرب قبل كده. ماتش سموحه الجاي الاهلي هيخسر فيه او هيتعادل، بعديها بكام ساعه هيكيلوا كولر. ده لو ده حصل يبقى انتوا بقى الفتره اللي فاتت دي كلها انتوا كنتوا بتعملوا كل القصص دي كلها عشان تمشوا الراجل. وانا بقول لك هو وحش مش حلو يعني، بس عشان ايه افهمك القصه فيها ايه. هيجي مدرب تاني خلاص هيبقى حلو معانا موسمين، اللي يبدا الراجل يبدا بقى ايه
يشد على اللعيبه ويبدا يا جماعه عايزين بطولات وعايزين، لا هيقعد يشد علينا ويقعد يحب ونفس القصه هنمشيه. نفس الآفة اللي عندنا في الجيل ده. الجيل ده عنده آفتين، كارثتين. كارثة اللي هو متعالي على الكورة، اللي هو هيفوز في أي وقت، وأنا يا باشا جيل إيفنتات بلعب في كأس العالم من الأندية، وبلعب مش عارف في قطر وفي الإمارات بلعب حلو قوي، وأجي في مصر يا عم ده إيه ماتش الدوري معفن ده؟ إيه ده؟ أنا هلعب أنا ماتش دوري معفن كده مفيش الكلام ده. خلاص؟ طيب الآفة التانية، المدرب ده بدأ يقرفنا، وبدأ يعمل يمشي ناس من عندنا، وفي ناس قاعدة مالها على الدكة وما بتلعبش ومش عارف ايه كده، لا هنمشيه. بتحصل خسارة، مش عايز اقول لفظ وحش، خسارة مفيدة للنادي الاهلي. يلا، خسارة مفيدة للنادي الاهلي. اراك ضحكة.